أسعد الله مساءكم بكل خير. الوجه الحقيقي للقانون 164 لسنة 25 الصادر بتعديلات النظام العام لمصر طوال 106 عام. النظام العام الذي بدأ بقانون شرعه الملك فؤاد 1920، ثم انتهى سنة 96 بقانون الإيجارات الجديدة الذي يعاني منه كل شباب مصر الآن، لأنه جعل السكن سلعة، فأصبح آه، الأشخاص والأسر تباع وتشترى، ويتم تغلية الإيجارات عليها بشكل غير مبرر من أجل تسكين اللاجئين في مصر الذين جاءوا بالذهب وجاءوا بدولارات مفوضية اللاجئين لينازعوا المصريين في مساكنهم وفي وادي النيل. ما الذي الصورة الحقيقية للقانون 164؟ قانون صدر ليحطم النظام العام والعرف الذي بدأ في مصر واستمر 76 عاما إلى أن أصبح أصيلا في الوجدان المصري وفي التعاقدات بنظم الإيجار على مدار 106 عام. تعاقدات كانت مؤمنة من قبل الدولة بتشريعات متلاحقة. جاء تشريع في 48 ساعة ليغلق أو ليحاول إغلاق تدمير عقود رضائية تم توثيقها في الشهر العقاري المصري، ووقعت بناء على التزامات مادية قد تم دفعها من قبل المستأجرين للمؤجرين، والتزامات من الدولة قد تم دفعها للمؤجرين أيضا لبناء العقارات التي تم إيجارها في مرحلة لاحقة للمستأجرين القدامى. الوجه الحقيقي للقانون 164 هو وجه قبيح، لأنه قانون جاء ليشرد ويتعب أعصاب وقلوب ونفسيات أصحاب المعاشات الذين بنوا مصر من كل الوظائف ومن كل الطبقات، ويراودهم عن بيوتهم وسكنهم ووطنهم الأصغر، وينازعهم عن أموالهم التي اكتسبوها بالحلال أثناء جهادهم للوصول لأي شيء في مصر بعد الحروب ومعاهدة كامب ديفيد والمطبات الاقتصادية والثورة المصرية، ثم التضخمات، ثم الكورونا، ثم حرب روسيا وأوكرانيا، ثم التعويمات، ثم حرب غزة. بعد أن عانوا كل هذا وعانوا الأمرين، ليسوا أمرين، هم مرارات كثيرة في الحقيقة. بعد كل هذا ما استبقوه لأنفسهم ولأولادهم تراودهم الدولة الآن عنه لكي فقط يحصلوا على 4 حيطان تكفيهم وتسترهم. ما هذا؟ إن هذا الوجه القبيح الذي يشرد الرجل ذو 70 عاما الذي خدم وطنه وعاش صالحا فيه وبنى أسرة، أو يراود امتداد شاب أو شابة من الأرامل أو من عاشوا مع أهاليهم في شققهم ووحداتهم ولهم الآن أسر وهم أربعينات وخمسينات، أو يراود بنت تخطت 40 ولم تتزوج، أو يراود أرملة توفى عنها زوجها وهي الآن متخطية 60 عاما. هذا القانون الذي يراود كل هؤلاء بدعوى مناصرة حق الملكية. حق الملكية هو في حد ذاته حق مشروط. أنا مالك إذا أنا مسؤول، فإن تعاقدت أو بعت أو تصرفت بأي شكل تصرف قانوني فيما أملكه أصبح هذا التصرف قانونيا. ما بالك وكانت الدولة تصدق على هذا وهو النظام العام؟ الآن تريد الدولة أن تتراجع وتتخاذل في هذا النظام العام وتغيره من أجل الضرائب ومن أجل تحريك المياه الراكدة في 80% من وحدات العاصمة المصرية القاهرة الكبرى، على حد قول المدير التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية في برنامج تلفزيوني سابق. لدي الفيديو، لا أتذكر عام 2022-23. ما جرى الحال أن الآن
يتم من كل المؤجرين أصبحوا وكلاء عقاريين، أصبحوا سيلز. أرى كل السادة المؤجرين الذي فعلوا منتديات على الفيسبوك وعلى التيك توك الآن أصبحوا وكلاء عقاريين، يروجوا للإسكان الاجتماعي وللإيجار التمليكي وللتمليك الإيجاري وللإيجار الإيجاري قلنا من قبل الإيجار هذا يلزم شباب مصر الذين لا يستطيعون الوصول للزواج سبيلا، ولكن بالنسبة لأصحاب الحقوق والعقود وما دفعوا دم قلبهم فيه لكي يحصلوا على شقة إيجار قديم، بالمناسبة لأنها ما كانتش ببلاش، فهؤلاء جميعا متمسكين بحقوقهم في عقودهم القانونية، أحكام المحكمة الدستورية العليا التي نظمت هذا التشريع واحترموها برغم أنها قلصت حقوقهم التي كانت مستمدة من التعاقدات في زمن سادت فيه القوانين المصرية، وتدخلت في هذه التعاقدات وضمنت لهم وكفلت 5 عقود أو 5 أجيال استمرارا لهم في هذه الوحدات لما أضافوه وما اشتركوا فيه مع بنيها بأموالهم وبأنفسهم، وتدخلت الدولة أيضا لمناصرتهم في هذا الشأن. يتمسكون بحقوقهم وما دفعوه وحقوقهم القانونية وعقودهم المشروعة، وإن شاء الله المحكمة الدستورية العليا لن تحيد عن عدالتها ولن تحيد عن أحكامها. تحدث عن هذا كل الأطراف، أعضاء مجلس الشعب، تحدث عن هذا المستشارين القانونيين الأجلاء المدافعين عن القضية، تحدث عن هذا كل من له اطلاع بالقانون وبالدستور وعنده ثقة في المحكمة الدستورية العليا والقضاء المصري. الوجه القبيح الذي تم محاولة تجميله بوحدات إسكان اجتماعي سواء إيجارية أو تمليكية تلزم شباب مصر الذين لا يجدون للزواج سبيلا. الوجه القبيح هذا لن يداوى بمثل هذه الوحدات، كما أن من أجل مداواة مثل هذا الفعل يجب بناء عاصمة جديدة، لأن هذه الوحدات لن تكفي سكان الإيجار القديم في مصر. محاولة تجميل الوجه القبيح لتشريع صدر محطما ومعاندا وملغيا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وللنظام العام في مصر ولحقوق تم وضعها من أصحابها لمواطنين إخوانهم في الوطن بدعوى الوطنية، هذا في الحقيقة يفرقنا ولا يجمعنا. هذا في الحقيقة يشغل ويتعب نفسيات كل أو معظم سكان العاصمة المصرية على حد قول المديرة التنفيذية المعينة من الدولة. الإحصاءات أولا، ثم التشريع المتوازن ثانيا، وإن لم يحدث كل هذا فنحن ثقتنا كبيرة في المحكمة الدستورية العليا وعلى السادة الأفاضل وكلاء العقاريين المؤجرين الذين يشعرون أن بهذا تدنو منهم الملايين أن يتركوا مثل هذه الأفعال، لأنها لن تؤتي ثمارها مع المصريين، لأنهم ببساطة لا يملكون مثل هذه الأموال ولا يملكون رفاهية الانتقال للصحاري على بعد 25 و30 و40 كيلو من العاصمة ومن المركز ومن وادي النيل، لأنهم هم من بنوا وادي النيل، وعمروه. المفترض أن الشباب الجدد دائما في المجتمعات هم من يبنون المدن الجديدة ويعمرونها، لأنهم في مقتبل العمر يكون عندهم الاستطاعة على التكيف والاستطاعة على البناء والتعمير والصبر والجلد في نقص الخدمات وفي بعد المسافات. ولكن سكان الإيجار القديم في مصر أغلبهم فوق 40 عاما لغاية 80 و90 سنة، هم من يكتب لهم في أواخر أعمارهم أو في منتصفها الكفاح والبناء والإعمار
بقى من أول وجديد، فما استفادوا. ولو كان من تعاقد في مثل هذه العقود علم أن ما ارتكز عليه من حماية الدولة وأمنه النفسي والاستقراره المجتمعي سوف يخذل في يوم من الأيام، أو يباع أو يترك، أو بجرة قلم يتم تغيير أمانه السكني وما دفع من شاء أعمار الناس اللي سافرت الخليج، وناس مبالغ لم تكن بالقليلة، ربع ونص حق الشقق، وفي الثمانينات والتسعينات كانت بتصل لحق الشقة شخصيا، ده غير ان التشطيبات والمرافق اللي بأسامي المؤجرين القدامى في مصر. الوجه القبيح لهذا القانون لا يمكن ولن يغفر له ما قد كان وما أسفر عنه، ومحاولات وجود بدائل هي في الحقيقة وهي، لأنها لن تعوضهم عن مناطقهم العامرة في وادي النيل. نحن سكان وادي النيل ولسنا سكان الصحاري والمدن الصحراوية. ده إن وجد أصلا مدينة تستوعب 80% من سكان العاصمة المصرية القاهرة الكبرى، ده عن القاهرة الكبرى. وعن باقي المحافظات خرج أصلا محفظون يقولون أن لا يمتلكون الأراضي أصلا في زمام المحافظة لبناء مثل هذه البدائل التي قيلت لتجميل الصورة العامة لهذه الوحشية التشريعية التي سوف تتصدى لها المحكمة الدستورية العليا قريبا إن شاء الله. كل الأمل في ربنا سبحانه وتعالى، والتفاؤل واليقين في عدل وانضباط وإخلاص المحكمة الدستورية العليا، ومعرفتنا بحقوقنا، وجهد وإخلاص مستشارين القانونيين الذين يمثلوننا في المحاكم المصرية، وكل التمنيات بالخير. أسعد الله مساءكم بكل خير. تحياتي.